عطوة كنانة نضاف. الو. الو، سلام عليكم. الو، مين معايا؟ انا كنانة ابوك يا عطوة. ابا، ازيك يابا؟ بتتكلم منين؟ بتكلم من بقي. من بقك؟ ابويا بيقلش. عرفت يابا، عرفت اللي حصل. السيسي عمل انقلاب وخرب مصر. عرفت يا ابني، عرفت. المهم طمني انت عليك يا عطوة. اطمنك على العتوة يعني؟ ما انت عارف ابنك هفضل ولا الانقلاب ده لحد ما يرجعوا الاسطبل تاني. اسطبل. عطوة بيقلش. وبعدين انا ما اسميش عتوة، انا اسمي المشير عتوة كنانة. ايوه. ما بقت ميغا. شفت انا وانا جيت في التلفزيون وفي اليوتيوب كنت بغني، كنت بقول لو عندك شيشي وعمل لك اشبع امسكه من ديله واديله بالجزمة. يا الله، لو عندك شيشي. بس صوتك وحش. ايش صوتي وحش؟ ايه ده كلهم كانوا بيغنوا وبيقولوا ورايا، لولا بس انت بس كده اللي ده منكبشني. انا كبسك يا عطوة. ايوه كبشني وطلعتني من التعليم وتقولي ما بتعرفش تقرا يا عطوة. هم ما بيعرفوش يقروا وبقوا ظباط كبار ورؤساء محاكم وقضاء وقد الدنيا. طب انت كده احسن نضاف ولا تبقى بضمير وسخ؟ يابا طب كنت جبت ب 50%، طيب ابقى رئيس محكمة ولا ابقى لواء ولا حتى رئيس جمهورية، ما انا كنت هبقى قاعد ساكت. لا 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 لا، انا عطوة ابني عنده ضمير، ولا يمكن يبقى بضمير بايظ ابدا. استنى يا ابني. ايوه، انت رحت فين؟ اسخط فيا. انت مين؟ أنا رئيس محكمة جنايات مصر. اتخد. معوش بطاقة. عايز تبقى كده؟ عايز تبقى زي دول؟ ولا عايز تبقى زي ده؟ حتى قيل ان نهر دلجة ظل مسودا فتحرك له جيش مصر بقيادة سيف الدين قطز والقطز. بقول لك ناري دلجة وشاف الكوت كنت اقول لك عشان اتعلم اكمل. ما باظيه. عاوز تبيع ضميرك يا عديم الاخلاق والتربيه والوطنيه والتاريخ؟ لا يابا انا بهزر معاك، انا هبيع ضميري برضه؟ لا انا كنت بهزر معاك يابا. انا مصري شريف فقير بس شريف. عارف يابا ايام الرئيس مرسي كنا مختلفين. الكمبيوتر الصغير ده التابلت، كنا مختلفين. التابلت ده تصنيع مصري ولا تجميع مصري؟ دلوقتي مختلفين. الهدوم بتاعت الخليج مستعمل ولا استعمال خفيف؟ يا خساره يا مصر. كنا ساعتها بنقول يا ترى مصر هتبقى النموذج التركي ولا النموذج الماليزي. يا خساره. والله يابا اتبهدلنا بره وجوه. يا نهار ابيض. انت عرفت صحيح ان الست سوسو رقصت؟ سوسو مين؟ سوسو اجدع ناس. تخينه مرات الراجل الاريال. رقصت، نزلت قدام الاستفتاء وعماله ترقص، والراجل الاريال يقول لها عمرها ما رقصت لي كده في اوضه النوم، وعماله ترقص ومنظنظه بقى وانت عارف مترمخه. بس احسن هرجع بس. والست صابرين الممثله جت في التلفزيون تقول لك هو ده الاسلام الوسطي اللي احنا بنحبه؟ ما هي بترقص قدام اخواتها. هو ده الاسلام الوسطي اللي احنا بنحبه، بترقص قدام اخواتها، وعمر ما حد هيقول اللي هي لابساه ده. بس يا قليل الادب. هو انا اللي قلت؟ ما هي صابرين اللي بتقول اللي لابساه ده. ما تقولش زيها. مش انا، ولا عندك في التلفزيون اتفرج عليها اهو. الست العظيمة الجميلة اللي بترقص، المحجبة اللي بترقص. ايه الاسلام الجميل ده يا محمد؟ وانت شايفها على انها امرأة بجسد ومنظرها لابسة ايه وما تحت اللباس اللي هي لابساه. لا. يخص. بص يا عطوة، سيبك ما تشغلش بالك من عبيد البيادة
دي ديول من غير عقول. عطوة، أهم حاجة طمني أنت عليك وعلى الثوار. تمام، صامدين. قول لي، إن أفسدت الدولة القانون؟ إن أفسدت الدولة القانون فالمقاومة هي القانون. قول لي، أنت ضد الجيش؟ أعوذ بالله يابا، أنا مش ضد الجيش، ده الجيش ده حياتي وأفديه بروحي وبرقبتي. أنا ضد العصابة واللصوص اللي سيطروا على الجيش لأجل مصالحهم وكروشهم، والمناجم والشركات والمصانع، المكرونة والصلصة والمواد المعدنية والحلل وأدوات المطبخ وعمولات السلاح وصالات الأفراح والنعب اللي بيرهتوا من خير البلد ومن الجيش. إنما جيش مصر أفديه بروحي، أنا ضد العصابة اللي سرقت الجيش. قول لي، هي كلمة وغيرها مفيش. السياسة مش للجيش. طب واليأس؟ اليأس خيانة للبلد ودم الشهداء ومستقبل ولادنا. وبعدين يأس ايه يابا؟ هو انت متصل بقى عشان تهزقني؟ يأس ايه؟ عتوة ييأس؟ ده انا لسه بسخن ثورة اصلا، لسه ببدأ. ده لسه كل سنة وانت طيب. طلعت رجب وذكرى رابعة وذكرى المذابح ونص من الشعبان ورمضان كل سنة وانت طيب. بعد التراويح يحب المزارات ومولد ست فاطمة النبوية، السيدة زينب، مولد سيدنا الحسين، وبنات الأعياد، وعيد ميلادي، والثانوية بتاعتك الله يرحمك. ايه ده؟ ده انا ابويا ميت من 10 سنين. ثم اني ما عنديش تليفون. مين؟ عفريت. عفريت.